السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض بقى الملوخية الناشفة بشوربة الجمبري، وهتبقى زي الملوخية الخضراء بالظبط. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. هنجيب معانا حزمة كزبرة خضراء، وهنحط عليها معلقة صغيرة توم زي ما انتوا شايفين كده، وهنخرطهم بالمخرطة زي الملوخية بالظبط. خرطناها وخرطناها ناعم زي ما انتوا شايفين كده. هنحطها بقى في بولة او طبق زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين نحط عليهم الملوخية الخضراء بتاعتنا. حطينا حوالي 5 معالق كبار من الملوخية الخضراء، وهنقلبهم بقى مع الكزبرة الخضراء اللي احنا خرطناها بالمخرطة بتاعتنا. هنقلب كده لغاية ما ندخلهم كلهم في بعضهم كده، ويبقى الخليط مندي كده، ونقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعد بقى ما نخلص فيها تقليب خالص، هنركنها بقى على جنب ونغطيها لغاية ما نبدأ ان احنا نعمل الملوخية. هنزودها بشوية شوربة من الشوربة بتاعتنا، هنزودها حوالي كبشتين شوربة، ونقلبهم ونعملهم زي عجينة الحنة كده زي ما انتوا شايفين كده. شايفين قوامها وشايفين لونها عامل ازاي، ونقلبها كده. الطريقة بتاعت الناس القديمة، طريقة جميلة جدا وبتخلي الملوخية الناشفة طعم جميل جدا. هنا معانا شوربة الجمبري اللي احنا عملناه، حوالي مجين 2 شوربة او مجين ونص. واول ما يغلي، اول ما تغلي الشوربة زي ما انتوا شايفين كده، هنحط خليط الملوخية بتاعنا. طبعا احنا مخرطين فيها توم، هننزله بقى في الشوربة اللي بتغلي. بعد ما سقطنا بقى الملوخية في الشوربة اللي بتغلي ديت، هنقلب بقى ده كله. زي ما انتم شايفين القوام جميل اهوت، والريحة طبعا جميلة. هنا هنحضر التقليبة بتاعتها. عندنا مع حوالي معلقة كبيرة مليانة توم، هنحطها في زيت على سمنة، ونحط عليهم كزبرة زي ما انتم شايفين كده، ونحمرها ما نحرقهاش لغاية ما تبقى صفرة كده، ونطش عليها الملوخية، وبعدين نحطها في قلب الملوخية. وكده تبقى الملوخية بتاعتنا خلصت. طفينا طبعا على الملوخية، طفينا عليها خالص قبل ما نحط عليها الطشة. زي ما انتم شايفين، شوفوا الملوخية جميلة ازاي، والقوام جميل ازاي، واللون كمان تحفة. اتمنى بقى ان يكون الفيديو عجبكم، وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو والقناه على اليوتيوب، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.